أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه في العراء وهو سقيم ونبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العظيم. أهلا بكم حبيبات أم خشوع، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة معجون اليقطين أو الكابوية الحمراء أو القرعة الذهبية. كونوا معي حبيبتي إلى الأخير. اليقطين هذه الأكلة المحببة لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يأكلها نيئة خضراء هكذاك. هذه النبتة رائعة وغنية بالفوائد لصحة الجسم والعقل والصحة النفسية. هي ذات فوائد غذائية كثيرة جدا، منها الأملاح المعدنية كالحديد والكالسيوم، الأحماض الأمينية، الفيتامينات كفيتامين A والبي، وأيضا البذور اليقطين اللي هي دواء وشفاء لكل الأمراض، منها تفتيت حصى الكلى وتنشيط وظائف الكليتين وتنشيط الكبد وتليين المعدة، وأيضا تهدئ الأعصاب، وهي شفاء للأمراض الجلدية ومقاومة للسرطان، وهي أيضا مليحة للصحة النفسية، فهي تهدئ الأعصاب كما قلنا وتمنع الاكتئاب وأيضا لها قدرة على علاج الصداع وتنشيط العقل وتقوية الذكاء وتنمية القدرات الذهنية. في الخارج ينصحوها ولا يزيدوها في أطباق اللي يحطوها للأطفال في المدارس، لأنها قلنا تعمل على تقوية الدماغ وتقوية الذكاء. أيضا فيها الألياف الخشبية اللي مليحة بزاف للهضم. الملاحظ في القرعة أنها لا يوجد لها أي أضرار جانبية، لا يوجد أي أضرار جانبية لتمرة اليقطين وبذورها. أيضا اليقطين معروف بأنه معالج لكل مشاكل الجلد، مثل حب شباب، لدغات الحشرات، فهو رائع 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 جدا للجلد لاحتوائه على البيتا كاروتين. إذن بما أننا في وقت هذه التمرة الرائعة، نتمنى كل وحدة ولا كل واحد شاف هذا الفيديو يشري يلو كان فلق، باسكو راهي تنباع بالميزان. شري كمية واستعمليها لوليداتك كحساء ولا عصير ولا مربى. والآن نروحوا نشوفوا وصفة المعجون الرائع لجاني ولا أروع، ومن تاكليه ما تحسيش بنة الكابوية، تحسي برك بنت البرتقال الرائعة. ونروحوا دروك نشوفوا الوصفة. شوفوا حبيباتي، انا رحت نقيت الحبه تاع الكابويه تاعي، درتها فلاق فلاق ونقيتها كاع من القشره، وخزنت المعظم خزنته. استعملت فلق واحد برك اللي نقيته قطعته ورحت وزنته، جاني واحد 1 كيلوغرام 600، جاني كيلو 600 غرام. فلق واحد برك، الله يبارك، توزن يعني ثقيله. استعملت معاها 2 حبات طومسون، 2 حبات برتقال. تغسليهم مليح، تقشريهم، تقلعي لو زست تاعهم، تستعمليه مع الكابويه، وتقلعي ديك القشره الغليظه، ما نستعملوهاش باسكو تطلق لنا المراره، ونستعملوا برك فلق طومسون، نستعملوا برك الداخل نتاع الطومسون تاع فاكهات البرتقال والزاست نتاعها. غادي تتفكروا وصفة عصير نقاوز. هاد الكونفيتور غادي يجيكم بنة البرتقال اللي تجيكم رائعة
ورايحه لبنت النقاوز، بنت برتقال تاع نقاوز. انتوكا تجي بنينه. واللي ما يبغيش هذا الذوق ينجم يستعمل التفاح، فاكهه التفاح ولا الايجاص، يجي المربى تاعك كيما الكومبوت، تجي بنت الكومبوت تاع التفاح، تجي تاني رائعه. وهذا الشيء اذواق، انا نفضله بالبرتقال. استعملت هنا عصير ليمونتين، استعملت عصير 2 حبات قارص باسكو عندي الحبه تاع القارص صغيره، سينو استعملي حبه قارص كبيره برك. القارص يعمل على منع السكر من التحجر، صديق ما يوليش السكر تاعك تاع الكونفيتور من بعد ما يوليش كريستاليزي، ما يعاودش يتجمد. طبعا هذه في حالة ما الكونفيتور قعد لك لمدة كبيرة، سينو ما يتحبب لكش اذا كان استهلكتيه في مدة قليلة. استعملت هنايا كيلو نتاع السكر، في 2 كيلو تاع كابويا وبرتقال استعملت كيلو سكر، خاطرش ما بغيتاش يجيني حلو بزاف، نقصت كمية من السكر، وعلى خاطرش على بالي بلي غادي نكونسوميه، ما غاديش نخزنه، ما غاديش يقعد لي بزاف، غادي نكونسوميه ما يقعدش. سينو على بالنا بلي قاعده تاع المربى هي عبر بعبر، عبر فاكهه عبر سكر، سيتادير انا درت 2 كيلو، نورمالمون ندير 2 كيلو سكر، بصح انا ما بغيتش بغيت نقص الحلاوه وعلى بالي بلي غادي نكونسوميه. نروح نغطي هذاك الكونفيتور تاعي بالسكر ونخليه يطلق لي الماء ساعه ساعتين، تنجمي تبيتيه ليله كامله. من بعد نروح نطيبه لمده 20 دقيقه، انا ما نطيبهش اكثر من هذا باش الفوائد تاع الكابويا والفاكهه ما يروحوليش. للاسف المقطع راح لي هنا تاع الطياب، قلت لكم طيبته لمده 20 دقيقه ومن بعد رحت ميكسيته. الا عندكم بغا ميكسوه غير في الاخر، انا ما عنديش، استعملت الميكسور تاع البيتران تاعي، خليته طبعا برد شويه ورحت ميكسيته وعاود رديته في الماء تاعي. تميكسي غير الكابويا والبرتقال يولوا لك كوم بيوري، يولي بيوري، عاودي رديه في هذاك الماء ديك الشربت اللي كانت في القدره وخلطيه وخليه يزيد يغلى برك، يغلى من تشوفي الفقاعات بداو طفي عليه وخليه يبرد، ماشي يبرد كاع، شويه برك، قد ما تعمريه في الباقيل تاعك اللي كنتي عقمتيهم، تكوني غليتيهم فيما يغلي وتقلعيهم تخليهم يبردوا، يقطروا مليح بيان سور ويبردوا، وتعمري الكونفيتور تاعك وهو هكا حامي. بون هذه انا البقى الاول اللي غادي نكونسوميه، سينو الاخرين هادو قلبيهم على فمهم وخليهم وديريهم في الفريجيدان، ولا كنتي دايره عبر بعبر السكر تنجمي تخليه حتى العام خارج الثلاجه عادي. هذه هي ولا هذا هو المربى تاعنا، خرج شوف شنقول لكم ولا اروع. بنة الطومسون جات شابه بزاف، زيد ما جانيش حلو، ما جانيش حلو بزاف كيما الكونفيتور اللي ما نقدروش ناكلوه اللي تالمو حلو، جاني حلو حلاوه معتدله. والله غير ما شاء الله فايده، وان شاء الله تجربوه مادام فصل وقت الكابويا. اغتنموا الفرصه وما تضيعوش هذه الفرصه، ديروه لوليداتكم، ولا بغيتو تخزنوه في الثلاجه في الكونجيلاتور ما كاش مشكل، ولا بغيتو تخرجوه خارج الثلاجه قلت لكم لازم ديروا عبر بعبر سكر، عبر فاكهه عبر سكر. هذه هي قاعده المربى. ان شاء الله حبيباتي نكون فدتكم بهذا الفيديو. تقبلوا مني سلامي الحار، كونوا وفيات لقناة أم خشوع، قناتكم قناة كل شيء يخص المرأة من حلاقة وتجميل. وإلى اللقاء حبيباتي في فيديو جاي إن شاء الله، مع السلامة.